السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا السقوط في البحر في المنام للعزباء والمتزوجة والحامل والمطلقة والرجل، فتابع معنا. ونبدأ بمعنى رؤيا السقوط في البحر للعزباء. إذا رأت العزباء أنها تسقط في بحر هادئ وصافي، قد يدل ذلك على دخولها في علاقة عاطفية جديدة ومستقرة، أو تحقيق أمنية طال انتظارها، أو شعورها بالسلام الداخلي والراحة النفسية. إذا سقطت العزباء في بحر مضطرب أو عاصف، قد يشير إلى مرورها بفترة من الصعوبات العاطفية والنفسية، أو شعورها بالضياع والحيرة في قراراتها، أو مواجهة صعوبات في حياتها المهنية أو الدراسية. إذا استطاعت النجاة من الغرق بعد السقوط، هذا يرمز إلى قدرتها على التغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتحقيق النجاح بعد فترة من الكفاح. إذا غرقت في البحر، قد يدل على الشعور بالإرهاق من كثرة الضغوط أو الفشل في أمر مهم، أو الغرق في المشاكل والعواطف السلبية. تفسير رؤيا السقوط في البحر للمتزوجة. إذا رأت المتزوجة أنها تسقط في بحر هادئ وجميل، يمكن أن يرمز ذلك إلى استقرار حياتها الزوجية والعائلية وشعورها بالسعادة والرضا، وقد يدل على حمل قريب إذا كانت تنتظر ذلك. أما إذا سقطت في بحر هائج أو ملوث، قد يشير إلى وجود خلافات ومشاكل في العلاقة الزوجية، أو الشعور بالضغوط والمسؤوليات الكبيرة، أو المرور بضائقة مادية أو صحية. إذا سقطت ونجت من الغرق، يدل على قدرتها على حل المشاكل الزوجية وتجاوز الأزمات بنجاح، وإعادة بناء علاقتها على أسس أقوى. وإذا غرقت في البحر، فيعكس شعورها بالإرهاق من الحياة الزوجية، أو الانغماس في المشاكل بشكل يصعب عليها الخروج منه، أو الشعور باليأس والإحباط. تفسير رؤيا السقوط في البحر في المنام للرجل. إذا رأى الرجل أنه يسقط في بحر هادئ وواسع، قد يرمز ذلك إلى نجاحه في عمله أو مشاريعه، وتحقيق أهدافه وطموحاته، أو شعوره بالاستقرار المالي والنفسي. إذا سقط في بحر عميق، يشير إلى مواجهته تحديات كبيرة في حياته المهنية والشخصية، والشعور بالضغوطات المالية والعائلية، أو المرور بفترة من عدم الاستقرار. إذا سقط ونجا من الغرق، يدل على قدرته على التغلب على الصعاب والأزمات والخروج منها أقوى وأكثر حكمة، وتحقيق النجاح بعد فترة من الجهد. إذا غرقت في البحر، يعكس شعورك بالإرهاق من المسؤوليات أو الفشل في تحقيق أهدافك، أو الانغماس في المشاكل والهموم بشكل يؤثر على حياتك. تفسير رؤيا السقوط في البحر للحامل. إذا سقطت في بحر هادئ ونظيف، فيبشر بولادة سهلة وميسرة، وبصحة جيدة لها ولجنينها، وراحة نفسية خلال فترة الحمل. إذا سقطت في بحر عاصف، يدل على شعورها بالقلق والتوتر بشأن الولادة أو صحة الجنين. إذا سقطت ونجت من الغرق، يشير إلى تجاوزها فترة الحمل بسلام، والتغلب على أي صعوبات قد تواجهها أثناء الولادة، وقد يدل على سلامة وصحة المولود. إذا غرقت في البحر لا قدر الله، قد تعكس مخاوفها الشديدة بشأن الولادة أو صحة الجنين، أو شعورها بالعجز أمام بعض الظروف، ولكنها غالبا ما تكون مجرد انعكاس للقلق الطبيعي للحامل. تفسير رؤيا السقوط في البحر للمطلقة. إذا رأت المطلقة أنها تسقط في بحر هادئ جميل، فيرمز إلى بداية مرحلة جديدة في حياتها مليئة بالسلام والاستقرار والتخلص من أحزان الماضي، ويدل على فرصة جديدة للزواج أو النجاح في مجال عملها. إذا سقطت في بحر هائج، يشير إلى استمرار معاناتها من آثار الطلاق، أو مواجهتها لصعوبات في حياتها بعد الانفصال، وشعورها بالوحدة والضياع. إذا سقطت ونجت من الغرق، يدل على قدرتها على التعافي من تجربة الطلاق، والتغلب على الصعاب، وبناء حياة مستقلة وناجحة، واستعادة ثقتها بنفسها. إذا غرقت في البحر، قد يعكس شعورها باليأس والإحباط من ظروفها بعد الطلاق، أو صعوبة التكيف مع الوضع الجديد، أو الغرق في المشاعر السلبية. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.